بصوا يا جماعه، عشان نقفل موضوع ماتش الاهلي والزمالك ده خالص من ناحيه التحكيم، من الاخر كده من وجهه نظري الحكم خطأين مؤثرين في نتيجه المباراه. الخطأ الاولاني كان لصالح النادي الاهلي وهو عدم طرد كريم وليد نيدفيد بالانذار الثاني. الخطأ الثاني اللي كان مؤثر كان لصالح نادي الزمالك اللي هو لعبه سيف الدين الجزيري في الهدف بتاعه. انا كنت شايف ان الباكورد بتاع سيف الجزيري ما هواش فاول في الاول، لكن لما شفت الهدف او الباكورد بتاعه من اللقطه اللي هوريها لكم حضراتكم دلوقتي، لقيت ان الكره فاول لسببين. السبب الاولاني زي ما احنا شايفين كده ان رجل سيف الدين الجزيري طالعه لفوق خالص لحد فوق مستوى راس عمر كمال عبد الواحد وهو ناطط كمان. السبب الثاني ان لولا رجل سيف الدين الجزيري كان عمر كمال عبد الواحد هيلعب الكره براسه. زي ما احنا شايفين عمر كمال عبد الواحد جه بيحاول يلعب الكوره براسه، لقى سيف الدين الجزيري عمل باكورد، فبحركه لا اراديه لف وشه عشان يحافظ على نفسه. وهو مش مطلوب ان عمر كمال عبد الواحد عشان الكوره تحسب فاول ان هو يلعب الكوره براسه ويحط راسه مكان الكوره وسيف الجزيري يشوط راسه عشان تتحسب فاول. يبقى من اللعبه هنا اللي احنا شايفينها معناها ان الكوره فاول والكوره مش هدف. بس في المجمل عامه الزمالك يستحق ان هو يفوز والاهلي يستحق ان هو يخسر. مش معنى ان احنا بنقول الكلام ده ان احنا بنبرر ان هزيمه الاهلي، لا يا جماعه، الزمالك كسب وعن استحقاق، وبنقول له الف مبروك، وبنقول للاهلي هارد لك في الاول وفي الاخر ماتش في الدوري ب3 نقاط ان شاء الله يتعوض فيما هو قادم. والسلام عليكم.